دكتور سامي، ازاي الدكتور بيحدد درجة البواسير؟ وايه احسن طريقة علاج لكل درجة؟ طيب، تحديد درجة البواسير بتعتمد على أكتر من حاجة. أولا الأعراض اللي المريض بيقولها، يعني البواسير الدرجة الثانية المريض بيقول بحس إن في بواسير بتخرج مني وتدخل تاني لوحدها. الدرجة الثالثة المريض بيقول إن البواسير بتخرج وبزقها بإيدي برجعها تاني داخل الشرج. الدرجة الرابعة المريض بيقول إن البواسير بتدخل بحاول أدخلها تاني داخل الشرج ما بتدخلش. فأولا الأعراض اللي المريض بيحس بيها. تاني حاجة الفحص السريري والفحص بجهاز البروكتوستيشن عن طريق المنظار الشرجي. دول الطريقتين اللي بنقدر نحدد بيهم درجة البواسير. طريقة العلاج بيتم اختيارها بناء على درجة البواسير والأعراض المصاحبة ليها. يعني لو بواسير من الدرجة الأولى والدرجة الثانية معاها أعراض خفيفة بيتم علاجها علاج دوائي، لكن لو بواسير من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة معاها أعراض زي النزيف الشرجي أو آلام في الشرج أو وجود تقرحات أو تجلطات في البواسير، ساعتها بنعمل العملية سواء كان بالليزر أو بالدوبلر أو بالحقن.